مشكلة واحدة بنقع فيها كلنا أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ترك باب الحمام مفتوح. ترك باب الحمام مفتوح ليلا بيؤدي إلى كوارث، ربما يصل إلى المس وربما يصل إلى الإيذاء. كتير من الفتيات، كتير من الشباب، من الأطفال بيشتكي من بعض الأحلام وبعض الحاجات اللي بيحس بيها بالليل عشان احنا بنسيب باب الحمام مفتوح. رجاء ركز معايا، باب الحمام يكون مقفول، القعدة بتاعت الحمام تكون مقفولة، ممنوع يكون في أي ملابس خاصة بيها في الحمام، سواء للرجال للأطفال للنساء، ممنوع يكون في ملابس في الحمام. رقم 3 والأهم، إنك تتوضأ قبل ما تنام وتقول أذكار النوم وتشغل سورة البقرة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حافظوا على نفسكم، والدل على الخير كفاعله، وصلى على سيدنا النبي.